معايا النهارده في واحد من الناس، يعني رجل فاضل. لو ركزتوا كده في ملامحه أكيد ممكن تقدروا تعرفوا هو يشبه مين. انتظروه معايا في واحد من الناس. يا ترى يشبه مين؟ يا ترى يشبه مين؟ يا الله، الواحد محتاج 3 ايام يفكر. الموضوع صعب، اللغز صعب. طيب هو من يومين بالظبط، يعني احنا وصلنا لمرحله في السرفله والتهييس رهيبه. من يومين بالظبط او من 3 4 ايام كده كان في حد من الناس طلع. هو كده دايما ايه، كل ما يبقى فاضي محدش بيتكلم عنه بيطلع يهب هبه كده. فالمهم طلع انتقد الشعراوي. ففي ناس قصاده الناحيه التانيه بدات تهاجمه في انك ازاي ومش ازاي. بقى في فريقين، فريق بينتقد وفريق بيدافع. فالمهم انه الناس كل واحد شاف ازاي اللي بيدافع، يعني اللي بيحب شاف ازاي يعني يثبت حبه للشعراوي، واللي بينتقد في الفريق الثاني بدأ يقف مع اللي كان اصلا بدأ الحوار وانتقد الشعراوي وقال كلام مش كويس عليه. فبقى عندنا فريقين، كل واحد فيهم معروف وتابع ايه وتوجهاته. اللي بتعمله يا استاذ عمرو ده ايه؟ يعني انا دلوقتي مش عارف انت معاهم ولا انت معانا ولا علينا ولا مع مين بالظبط. يعني انت جايب شبيه الشعراوي عشان تبقى كده مع اللي شتموا الشعراوي، ولا يعني ما انا مش عارف اصفي النية. انا مش فاهم، يعني انت نفسك مش فاهم. يعني انت جيت تخش في الترند بس دخلت بدماغك، كنت راجع بظهرك. يعني في حاجه غلط يعني انا مش متخيل. الراجل اللي جنبه متقمص، لا واخد بدماغه اللي هو انتم ملاحظين النضاره واكله نص وشي بس هتعرفوني برضه. يا ترى انا مين؟ واخد متقمص الشخص. طب انا افهم يعني دلوقتي مثلا، هو ماشي، هو الشعراوي ده دلوقتي، يعني انت مثلا هتلتقي بالشعراوي بعد ده في عالم البرزخ. يعني انت مثلا هتيجي، يعني انت بتقول لنا انتظرونا في حلقه. طب الاسئله عباره عن ايه؟ يعني مثلا احكي لنا مولانا ايه، يعني انت خسيت بعد الموت؟ ايه والله، احكي لنا مولانا كان شعورك ايه بعد ما مت؟ انت عجزت قوي من ساعه ما مت يا مولانا والله. ايه الاسئله؟ هي ايه الاسئله؟ طب ماشي، ده شبيهه. ما هو انا بتخيل معاك كل الاسئله. ده شبيهه، هتكلم مع شبيهه. مفيش طفل في ثالثه ابتدائي ينفع ان انا اقنعه باني هجيب شبيه واحد مات التقي بيه في فتره هجوم عليه، هعمل معاه حوار. يعني طفل قول له انت ايه رايك في الموضوع، يقول لك لا ده انت كده بتحكي لي قصه قبل النوم. ده مش كلام بني ادمين، مش كلام ناس عاقلين، ده خيال علمي ده. حتى كده بتحكي لي فيلم افاتار. فانا يعني انا بتخيل معاك الاسئله، هنتخيل مع بعض الاسئله. اهلا وسهلا بالضيف شبيه الشعراوي. احكي لنا مولانا، انت لاحظت الشبه اللي بينك وبين الشعراوي ده امتى؟ يعني في سنه كام بالظبط لاحظت ان في شبه بينك وبين قبل ما الشعراوي يبقى الشعراوي، لان هو الاثنين كبار سن في السن يعني. قبل ما الشعراوي يبقى شعراوي يعني حسيت انك شبهه؟ طب كنت ساعتها حاسس انك شبه مين قبل الشعراوي يعني؟ يعني كنت جايب طه حسين مثلا بالاول بالنضاره احنا عايزين نعرف انت جايب مين في الاول، وبعد كده لقيت نفسك في الشعراوي. اه ده على بس ان احنا بنتكلم حد معاه موهبه، فبنقول له انت لقيت نفسك ازاي في التمثيل مثلا، او انت وقفت قدام المرايه قعدت مثلا تكلم نفسك وتمثل وبعدين اكتشفوك في المدرسه يعني. هكلم شبيه اقول له ايه؟ انا هكلم شبيه اقول له ايه؟ اقول له طيب وبالنسبه لحضرتك، هو انت لما كنت بتلقي المحاضرات بتاعتك في المسجد كانوا بيتلخبطوا بينك وبين الشعراوي؟ طب انت كنت بتبقى مثلا هو في الحسين، انت مثلا بتبقى في السيده زينب عشان ما حد عشان ما تلخبطوش المحبين والمريدين. طيب حضرتك يعني اهلك في البيت بيقول لك يا شيخنا يا مولانا، فسر لنا الايه دي مثلا، ولا او انت اللي بتصلي الجمعه بالناس في الجامع اللي انت فيه، ولا طب ايه الاسئله؟ ايه الاسئله حضرتك؟ هم ليه ما استعانوش بيك واستعانوا بالاستاذ حسن يوسف امام الدعاء؟ هل انت طلبت اجر مضاعف؟ هل انت كنت يعني، ولا كان معاك حلقه في التلفزيون، ولا كان معاك خواطر الشعراوي، ولا كانوا بيعملوا معاك برنامج خواطر شبيه الشعراوي؟ ما هو احنا يعني الكلام مش، انا مش لاقي سؤال. فانت هتعمل حلقه وهتسال اسئله، الاسئله دي هتجيبها منين؟ والراجل متقمص. يعني انا يعني هتلاقي في ناس، يعني انا اشوف يعني شوف في فيديو الناس بتتعامل معاه في المسجد على انه الشعراوي بتتصور معاه. ماشي يا سيدي، احنا شعب كيوت وشعب طيب وشعب غلبان وشعب طيب ومشاه طيب بالفطره جدا. فالناس بتتصور معاه، الناس بتتصور معاه، هتروح البيت. انا برضو مكان الناس اللي بتروح.
شفت وانا اتصورت مع الشعراوي. انا رايح اقول لابويا في البيت انا اتصورت مع الشعراوي. انا رايح اقول لابويا نفسه ممكن يكون يعني عصره كده لمس فيه تلميذ، كان الشعراوي بيفنش خلاص يعني. فانا رايح، فابويا هيسأل الله ما شاء الله، طب ما خليتوش ليه يدعي لنا طيب؟ هو هيدعي لنا باي صفه؟ بصفته شبيه يعني، هيرفع ايده يدعي بانه شبيه. صورنا مع الشعراوي والناس بتبوس كتافه، والله العظيم الناس بتبوس طب بتبوس كتاف الشبيه ليه؟ انت بتستبر يعني، انت تتخيل بيبوسوا كتاف الشبيه؟ انا مش عايزك تتخيل الضريح بتاع الشعراوي بيتعمل فيه ايه. انت متخيل مع كتاف شبيهه؟ تمام. فانت مش عايزك تتخيل معايا الضريح نفسه بيتعمل فيه ايه دلوقتي. فيعني انا مش فاهم حاجه، والله ما فاهم حاجه. انا البلد دي تعبتني اقسم بالله، البلد دي تعبتني جدا وخلتني يعني عارف انت اللي هو همي يبكي وهم يضحك. لا ده هم يبكي وهم يجيب دم. طب تنزل، بص تنزل دم من عينيك. الدم هي النوع ايه اللي في الميه يا جدعان؟ ايه اللي في الميه عندنا في نهر النيل؟ اه ماشي، احنا عارفين ان اللي بيشرب من ميه النيل بيرجع لها تاني. انا كده اتاكدت ان اللي بيرجع لها تاني عشان ده ادمان في اباتريل في تيمو في الميه. الشيطان نفسه يعني مش فاهم. طب الناس دي بتعمل ايه؟ طب هم يعني طب طب اوسوس لهم اقول لهم ايه؟ هم بيبوسوا شبيه الشيخ على انه الراجل العالم الفضيل الشيخ البركه. يعني انا مش، طب اعمل ايه فيهم يعني؟ خلاص ده هم كده تمام، ده كده تمام ايه؟ ده انا نفسي احترت، انا مش فاهم ده. طب ده انا يعني ده موضوع يستحق ده تارجت، ده يستحق الوسوسه فعلا يعني. هم بيعملوا حاجه غلط ولا بيعملوا حاجه صح؟ يعني احنا حيرنا، كله احتار. ف مش عارف والله العظيم يعني، اسف في اللفظ.